مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وكويسين، ونتمنى أن ينال مضمون الحلقة إعجابكم. وفي البداية أحب أنوه وأكد أن في حلقات شخصية الشهر من المشاهير إحنا بنعمل تحليل للشخصية اللي بنتكلم عليها من خلال حواراتها وتصريحاتها، وكمان بنقول بيانات عامة عليها معروفة ما اتكتبتش من صاحبها أصلا. وكمان من تحليل الشخصية دي بنعمل تسليط للضوء عليها وعلى فكرها وإظهار وجهها الآخر بدون توجيه أي إساءة أو نقد ليها، وبنسيب ليكم انتوا القرار للحكم على مدى مصداقية الشخصية دي معاكم. احنا بنعرض التحليل الخاص ده فقط لان احنا عايزين هدفنا التوعية وعرض الوجه الاخر الخفي لشخصية الشهر اللي احنا بنعرضها بصورة مبسطة وحيادية. وكمان نحب ننوه ان اي شخصية احنا بنعرضها احنا ملناش صلة بيها من قريب او من بعيد، يعني احنا واقفين موقف حيادي مع الجميع يعني. ويلا بينا نتعرف على الوجه الآخر الخفي الحقيقي لشخصية الشهر، وهو للأستاذ إسلام البحيري. بس أحب أقول حاجة قبل ما نبدأ حلقتنا ونحطها كده كقاعدة عامة قدامنا عينينا علشان ما ننساهاش. الحرب دلوقتي مع التطور اللي بيحصل ما بقتش محصورة على استخدام أسلحة، دي بقت موضة قديمة. ان انا استخدم حرب فيها سلاح دي بقت موضة قديمة، لان في جديد وفي ابديت كل شوية. وهو دلوقتي الحرب الفكرية والضرب في الثوابت الأساسية والعقائد المختلفة للأجيال الحديثة، وفي نفس الوقت استخدام سياسة التشكيك للأجيال القديمة اللي عندها ثوابت وتربت عليها في معتقداتها الثابتة، تحت مسمى يلا بينا نحط السم في العسل عشان كلنا ندوقه كده ويضحك علينا. وهنعرف ليه احنا قلنا كده، وبدأنا بالمقدمة القاسية ديت او التشبيه القاسي ده. في البداية نعرف الأول مين هو إسلام البحيري. إسلام البحيري هو مفكر وباحث مصري وصحفي اسمه إسلام بحيري هلال، من مواليد 5 مايو 1975 سوهاج القاهرة. حصل على الماجستير في طرائف التعامل مع التراث، ومن جامعة، طبعا الماجستير ده من جامعة ويلز بلندن، وهو أصلا خريج كلية حقوق من القاهرة. ده اساسا يعني هو لا خريج حاجة ازهرية ولا فقه ولا شريعة خالص، يعني هو خريج اصلا حقوق. اشتغل لمدة 15 يوم في روزا اليوسف، طبعا دي المجلة المعروفة. وبعد كده يعني مشي او مشوه يعني منها علشان فكره المتطرف. بعد كده عمل باليوم السابع واشتغل كمقدم برنامج تحت اسم مع إسلام البحيري على قناة القاهرة والناس الفضائية. كان متجوز من الإعلامية شرويت حماد نايل محمد، واللي بتعمل يعني بتشتغل بقناة الرأي الفضائية كمديرة للأخبار والبرامج السياسية. جوزها وأنجب منها ابنته الوحيدة اللي اسمها حلا. وكانت شرويت هي الداعم له بعد إرسال إن هي أرسلت له عقد عمل بالكويت، لأن شرويت كانت شغالة في الكويت قبل ما تتجوزه. وكانت الفترة دي كانت فترة قاسية جدا عند إسلام البحيري، مش لاقي شغل نتيجة فكره المتطرف، واتعرف عليها بحكم شغلها وحصل يعني وفاق ما بينهم. فبالتالي هي بحكم إنها يعني هيتجوزوا وقفت جنب جوزها المستقبلي، بعتت له عقد عمل في الكويت، هو راح اتجوزها وخلف منها بنته الوحيدة حلا. بعد كده اتطلقوا وتم الطلاق، وبس هو موافقش انه يدفع مؤخر الصداق والنفقة الشهرية لبنته حلا، اللي خلى شرويت ترفع قضية وتم الحكم عليه بدفع مؤخر صداق 5000 جنيه ونفقة شهرية لبنته 40 دينار كويتي. ده بجانب ان له قواضي تانية في الكويت خاصة بامتناعه عن دفع فواتير التليفونات اللي هو استخدمها. أفكار إسلام البحيري الشهيرة اللي هو دايما بيندد بيها وده فكره، هم 4 أفكار أساسية. ايه هم بقى ال4 أفكار أساسية عشان نبقى عارفين الشخصية ديت فكرها ايه وبنتعامل مع مين. أول فكرة إنه بيقول الفردوس يعني الجنة ليس حكرا عن المسلمين، وإن الكفار لهم أماكن في الجنة لأن الإنسان بعمله وليس عقيدته. ده أول حاجة هو مؤمن بيها. الحاجة التانية اللي هو مؤمن بيها إن حرب أبو بكر على المرتدين، طبعا سيدنا أبو بكر الصديق، على المرتدين اللي هم اتردوا عن الإسلام، دي مش من الدين، قائلا نصا إن ليس كل فعل يفعله صحابيا في عهد الرسول أو بعده يكون دينا.
يعني هو شايف ان سيدنا ابو بكر الصديق لما حارب المرتدين يعني ده مش دين ولا من متطلبات الدين. الفكر الثالث اللي هو مؤمن بيه ان ايات القرآن الكريم لا تناسب العصر الحالي، وانه شايف من وجهة نظره وفكره ان القرآن يحتاج الى 6 طرق جديدة في التعامل معاه. يعني احنا لازم يبقى في ابديت للقرآن، فربنا بقى ينزل لنا ابديت للقرآن، استغفر الله العظيم يعني. رابع فكرة هو برضو مؤمن بيها، ان احنا ده دعا بقى الناس، يعني كان بيدعو الناس يعني ان احنا لازم نحرق كتب البخاري ومسلم فلسطا من الدين، وطلب من المؤمنين بيهم ان يشيلوهم من حياتهم ولا يقيموا لهم وزنا ويحرقوا هذه الكتب. طبعا الكتب البخاري ومسلم ديت اللي بتفسر حديث النبي وبيعتمد عليها في الرجوع في الحكم والفقه والشريعة، فهو شايف ان هي مش من الدين، وان الناس المؤمنة بيها لازم يعملوا ابديت لفكرهم زي ما هو عايز كده للقرآن ابديت، فاحرقوا الكتب دي. يا ترى ايه رأيكم كده في فكر الكاتب الجهبذ اسلام البحيري؟ يا ريت تشاركونا برأيكم في الكومنت. كده عرفنا أهم المعلومات العامة لإسلام البحيري وأهم أفكاره اللي هو مؤمن بيها واللي شايف من وجهة نظره إن لازم المجتمع يؤمن بيها. تعالوا بقى نتعرف مع بعض الوجه الآخر لأهم محطات حياة إسلام البحيري، أو بمعنى أصح الوجه الخفي الحقيقي لإسلام البحيري. انتقد البحيري الشيخ الشعراوي بسبب إسرائيل وطغيانها على فلسطين، معتمدا على تفسير الشعراوي للآيات القرآن في سنة 86 بما معناه أن ننتظر وعد الله وإن ربنا وعدنا بدخول الأقصى. فالبحيري ده طبعا الكلام ده اللي قاله الشعراوي رحمة الله عليه، فالبحيري بيقول بس الوعد ده ما حصلش، وكمان ان الشعراوي بيطلب مننا ان احنا نشيل في قلوبنا كراهية لليهود ونعمل عداوة معاهم، وان الوعد الحق دي اوهام دينية تخص حماس، وان هذا الوعد الرباني اختراع اخواني اسلامجي صرف، ودي اوهام الفصائل وده اسمه بدع، وان السابقين اتفقوا ان الوعد والتفوق على اسرائيل حصل خلاص في وقت سابق، وان غزة لو فضلت زي ما هي قبل طوفان الاقصى في 7 اكتوبر 2024 ده كان يبقى نصر، مش اللي بيحصل دلوقتي. يعني انا هسيب لكم انتوا بقى الرأي في الجهبذ العلامة ورأيه في اللي بيحصل دلوقتي في غزة. هو فكرني بالظبط ببايدن اللي هو مش شايف ان دي ابادة جماعية في غزة، بالعلم ان بوتين ما عملش 1 على مليون من اللي اسرائيل عملته في اوكرانيا، وهو طالع بيقول لك لا هو اللي اسرائيل عملته ده مش ابادة. لا تعليق حقيقي، لان التعليق اللي هيبقى بعد كده هيبقى مش ظريف مننا. طلع علينا البحيري في مداخلة تليفونية لبرنامج حضرة المواطن على قناة LTC مع الإعلامي سيد علي، وقال إن الأزهر بيهاجمني والدكتور سعد الدين الهلالي دون أن يناقشني، وإن الأزهر ينتصر لكتاب التراث القديم ولم يعلموا إننا يمكن أن نضع كتب جديدة بمفاهيم جديدة. مفاهيمه بقى اللي احنا لسه قايلينها، اللي هو عايز يعمل أبديت للقرآن ونحرق كتب البخاري ومسلم، ده الأبديت بتاعه. ليه؟ لأن الكتب الدينية والتراث وضعها بشر يمكن أن يتم نقدها. يعني أنا الحقيقة مش عارفة هو حضرتك يعني بتدعو لدين إيه؟ يعني أنا والله بتكلم جد، إحنا مش عارفين حضرتك بتدعو لدين جديد، لأن حضرتك الكتب لو عند حضرتك أي معلومة الكتب دي وحي من عند الله، مش الناس أو الإنسان أو البشر هو اللي حاططها. فيعني ده الكتب السماوية الثلاثة المتعارف عليها، القرآن والإنجيل والتوراة، مش الناس أو الإنسان هو اللي حطه، فهو تقريبا بيدعو لدين جديد، يعني الله أعلم بصراحة يعني. وبرضه هسيب لكم انتوا التعليق على هذا التصريح الذي ليس له محل من الإعراب بالنسبة لينا، ومتهيألي بالنسبة لكم انتوا كمان. رجع تاني البحيري وهو بيهاجم الازهر، واكد ان الازهر في بيان له ان تقدم ببلاغ الى النائب العام ضد اسلام البحيري، وهو معترض ازاي الازهر يقدم يعني بلاغ ضده، هو ما عملش حاجه غلط اصلا، اعتراضا على ما يبثه من افكار شاذه بتمس ثوابت الدين وتنال من تراث الائمه والصحابه المتفق عليهم، وتسيء لعلماء الاسلام وتعكر السلم الوطني وتثير الفتن، بجانب سب وقذف العلماء الازهر وتعمدوا اهانه المؤسسه الازهريه. دي كده التهم اللي اتحطت في البلاغ اللي قدمه الازهر ضد اسلام البحيري. وترتب على هذا البيان إدانة
إسلام البحيري من قبل المحكمة المصرية بتهمة ازدراء الأديان، وقضت بحبسه بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ. وفي شهر ديسمبر 2015 قررت المحكمة تخفيف الحكم عليه لمدة 1 سنة، وأصدر الرئيس السيسي عفوا رئاسيا عليه في نوفمبر 2016 من منطلق إن هو اتعلم الدرس ونكتفي بهذه المسخرة، ولكن اللي فيه ده ما بيبطلوش. بعد كده قام العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر وهو الداعي الإسلامي الأستاذ الدكتور مبروك عطية هجوما حادا على الكاتب إسلام البحيري والإعلامي عمرو أديب صاحب إسلام البحيري بسبب شيخ الأزهر الجليل، لأن شيخ الأزهر بيمثل حاجة كبيرة جدا لمصر والمجتمع الإسلامي على سطح الكرة الأرضية، وأن الخطأ في حق الشيخ الأزهر ليس بالأمر السهل اللي هو عمله إسلام البحيري يا سادة، واستخدام صداقته مع عمرو أديب اللي بيروج للفكر الشاذ والإساءة للأئمة. فتخيلوا إن إسلام البحيري طالع بيشتم في شيخ الأزهر برعاية عمرو أديب. اللي ما يعرفش بقى حقيقة عمرو أديب، في حلقة عاملينها على القناة بتاعتنا، هسيب لكم اللينك بتاعه على اول كومنت. في اول كومنت يبقى ادخلوا كده شوفوا الوجه الحقيقي لعمرو أديب اللي هو بيرقص على كل الحبال وبيحب طبعا الترند بغض النظر عن اي حاجة. فهبقى اسيب لكم الكومنت في اول كومنت اللينك بتاعه وابقوا شوفوا. من جديد بتطل علينا ازمات اسلام البحيري اللي ما بتنتهيش خالص، لطل علينا بازمه جديده مع الداعيه عبد الله رشدي بغض النظر له ما له وعليه ما عليه، حيث أن الداعية رشدي وصف الباحث البحيري بأنه دجال وما ينطقه عبث، لا يرد عليه البحيري بأنه غلمان وعبد للتراث. ما شاء الله، يعني خناقة ما شاء الله. ونزول له مستوى رائع. يعني عارفين انتوا لما انتوا اتنين يتخانقوا في الشارع فبيقولوا الفاظ لبعض، طبعا دول اتنين يعني المفروض متعلمين تعليم راقي، فهم بيشتموا بعض بهذه الالفاظ. يعني واحد بيقول عليه دجال والتاني بيقولوا عليه غلام ده حاجة أصغر يعني من الراجل، وإن هو عبد للتراث. وده لما ده حصل امتى يعني؟ وده لما جه السيد إسلام البحيري يشكك في القرآن الكريم محذرا إننا لابد من أن نحذر من دجل القرآن الكريم ليرد عليه رشدي قائلا. طبعا هو إسلام البحيري لو انتوا خدتوا بالكم كده من بداية الحلقة هو شايف إن القرآن ده استغفر الله العظيم يعني إن هو محتاج أبديت، وإن البشر هم اللي حطوه، ومش القرآن بس، هو كل الكتب السماوية يعني، وإن ده دجل وإن ده شعوذة. ونخلي بالنا إن القرآن بيقدم على كتب البخاري ومسلم، فطبيعي هو عايز يحرق دولت، فبالتالي كله مخدم على بعضه. فهو شايف إن القرآن ده دجل استغفر الله العظيم. فيرد عليه رشدي قائلا ان اسلام البحيري زعم ان انكار نبوءة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو شيء صحيح وليس كفرا، هكذا تكذيب للقرآن الذي قال ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعددنا للكافرين شعيرا. صدق الله العظيم. ولكن انتوا كمستمعين واعيين، تعليق على هذا الهزل من اسلام البحيري الكائن اللولبي الحلزوني على وجه الكرة الأرضية، ايه رأيكم؟ يعني واحد كافر بالقرآن شايف ان هو دجل، مش مؤمن بكل اللي جاي فيه، محتاج عايز ابديت، مقتنع ان الكتب السماويه البشر هم اللي حاطينها مش وحي من الله. فلا تعليق من عندنا، هسيب لكم انتوا التعليق. واستمرارا بقى لمسيره اسلام البحيري الغريبه والمثيره والشائكه وفكره الشاذ، اطلع علينا هو ومجموعه من اصحابه لهم نفس الفكر بتكوين مؤسسه اسمها تكوين الدينية. يعني هي المؤسسة اسمها كده، مؤسسة تكوين الدينية، اللي من وجهة نظرهم انها مش بتصطدم مع الازهر وانها بتحترم كل الاديان. خد لي بالك بقى من الحتة دي، مش بتصطدم مع الازهر وبتحترم مع كل الاديان. اديان ايه بقى اللي حضرتك اصلا بتقول ان الانسان هو اللي عاملها مش وحي من ربنا؟ ما هو ايه الدين الجديد بقى، او ايه الاديان اللي انت بتتكلم عليها؟ احنا مش عارفين. وإن هدفها هدف تكوين الدينية دي تأسيس قيم التسامح بين الأديان والجماعات والمجتمع ومحاربة التطرف الفكري. طب معلش نقف هنا لحظة، هو في ال3 أديان قرآن إنجيل توراة، ال3 أديان أصلا بيدعوا إلى قيم التسامح بين الأديان. وابسط مثال ان في الدول كلها فيها 3 اديان، ما فيش حد بيقتل في حد ولا حد بيعمل في حد حاجه. ولو هو شايف ان اللي بيحصل في اسرائيل وفلسطين ان اسرائيل لها حق زي ما هو قال، احنا قلنا وجهه نظره في اول الحلقه بتاعتنا، يبقى انت اللي عندك خلل في فكرك، في كده حاجه مش مظبوطه في فكرك.
فانت حضرتك جاي بتدعونا لايه؟ يعني احنا عايزين نعرف انت جاي تدعونا ايه، انت والمجموعه اللي معاك، اللي في منهم واحد بيحب البقره ويعبد البقره الاستاذ ابراهيم عيسى. انت بتحب ايه؟ يعني انا عايز اعرف انت بتحب ايه. وللاسف كل المجموعه اللي معاه الماضي بتاعهم اليم، بمعنى كلمه ماضي اليم وماضي فاضح، يعني ماضي يعني الواحد يخزى منه. فحضرتك بتتكلم في ايه؟ يعني انت عارفين جمعوا اسوأ الشخصيات بماضي سيء جدا وعار، يعني ماضي عار، وجايين بتقولوا لنا احنا اللي الناس اللي متعلمه والناس اللي بتقرا قران وبتقرا انجيل وتقرا توراه جايين بتعلمونا احنا قمه التسامح. تعالوا نكمل. بيقول بقى ايه بقى؟ ان برضو مؤسسة التكوين الدينية دي بتحارب التطرف الفكري، وانها مؤسسة فكرية ثقافية ولست دينية. يا عم تهدى علينا شوية، انت عمال تقول دلوقتي الحاجة وعكسها. بتقول ان المؤسسة من قيامها ان او الهدف بتاع تأسيسها ان احنا بنعمل تأسيس قيمة التسامح ما بين الاديان. طب ازاي حضرتك هي كده فكرة ثقافية ولست دينية؟ ما هو احنا عايزين نعرف انت بتدعونا لدين ايه؟ يعني حضرتك بتدعو لدين ايه؟ ما هو في حاجة، هو ده كده دعوة للإلحاد، ما لهاش حل تاني. حضرتك كده بتدعو للإلحاد، هذه المؤسسة تدعو للإلحاد، لأن حضرتك بتقول الحاجة وعكسها أنت والمجموعة المسؤولة عن تكوين هذه المؤسسة. الحاجة التانية حضرتك منين انت بتقول ان الاديان حاططها بني ادمين مش ربنا، وان انت عايز تحرق الكتب الاسلامية، وان كمان القرآن دجل، ومنين في نفس الوقت بتقول انا عايز اعمل قيم تسامح ما بين الاديان؟ حضرتك بتدعو للالحاد، هذا الدين الجديد بقى، يعني ده كده الدين الجديد اللي حضرتك بتدعو ليه. تعالوا نكمل. وبرضه في نفس الوقت بيقول لك احنا مش بنمس الثوابت الدينية. في ايه يا عم؟ في ايه بجد والله؟ احنا ماسكين بقى كلمة كلمة. ازاي مش بتمس الثوابت الدينية اللي انت نفسك، ونعيد تاني ونكرر، انت نفسك بتقول وقلت من بقك انت والمجموعة اللي معاك، وعلى راسهم ابراهيم عيسى ويوسف زيتان وفاطمة نعود، حضراتكم مش معترفين بالعقائد الأساسية والثوابت الدينية اللي بيدعو ليها القرآن وكتب البخاري ومسلم. دي ثوابت دينية. ونفس الكلام في الثوابت الدينية في الدين المسيحي والدين اليهودي. يبقى ازاي حضرتك جاي بتتكلم معايا في الثوابت الدينية انت اصلا مش معترف بيها، وشايفها انها مش جاية من عند ربنا، انت شايفها ان الانسان هو اللي حاططها، فينفع ان احنا نعمل ابديت وننقضها. عروستي ما هي ملهاش حل تاني. ده دليل على ان هم دي مؤسسة تدعو الى الالحاد، وان انت تقتنع ان مفيش ربنا، وان استغفر الله العظيم طبعا، وان انت في امكانك ان انت تحط الحدود بتاعتك اللي تحكمك ما بين الصح والغلط. وهو اوريدي الالحاد ما عندوش صح وغلط، ما عندوش خير وشر، ما عندوش اي ثوابت ان انت تقف عليها. انت بتعمل كل اللي نفسك فيه من منطلق ان انت عايش مره واحده، لان هم اصلا الملحدين بيبقوش مقتنعين ان في حساب في الاخره، وان في جنه وفي نار، وان ربنا موجود عشان يحاسبهم. هو ده الفكر بتاع مؤسسة التكوين، وهنقول الدليل برضو في حلقتنا، خليكم معانا. نرجع يعني لإسلام بحيري. قال الكلام ده مع مين؟ مع صاحبه عمرو أديب، تاني عمرو أديب اللي بيبث ايه؟ السم، ويحط لنا السم في العسل. وانا حقيقة عايزاكم بس يعني تدخلوا كده على حلقة عمرو أديب عشان تفهموا الراجل ده ماشيها ازاي في البرنامج بتاعه. اللي بيحب طبعا زي ما انا لسه قايله ان عمرو اديب بيحب الترند زي عينه، وطبعا الكلام اللي هو بيقوله ده طبيعي لازم يركب الترند، لان الناس كلها العاقله الواعيه، الناس اللي عندها دماغ بتفهم اكيد مش هتستوعب الكلام دوت انه حقيقه، لان ده دعوه للالحاد واضحه. فطبعا طلب منه اديب على الهواء ان هو يعمل مناظره مع الداعيه الاسلامي عبد الله رشدي اللي لسه شاتمين بعض واحنا لسه قايلين الشتيم، بشأن مناقشة أفكار المؤسسة دي. وبالفعل وافق بشأن إن هو يعني يعمل مناظرة وبس، يعني بعد ما هو يعني ارتبك كده اللي هو هقف تاني قدام عبد الله رشدي. طيب تمام، ليه بقى ارتبك؟ لأن كان في مناظرة قديمة ما بينهم هما الاتنين، وعبد الله رشدي حط على إسلام البحيري على الملأ وطلعه قدام الناس إن هو ما بيفهمش. الأستاذ أديب قال احنا هنحاول ننظم الجلسة دي خلال الأيام المقبلة، بس احنا عايزين اتفاق ان ما يبقاش في خناقة ما بينكم انتوا الاتنين زي ما حصل قبل كده.
طبعا الاخ بقى يوسف زيدان. يوسف زيدان ده بقى احد اعضاء هذه المؤسسه المشبوهه، وهو مفكر وروائي مصري وله قصص يعني. رفض المناظره دي وقال نصا الاتي: ليس من مهام مؤسسة تكوين عقد مناظرات بين المتخاصمين ولا المواجهات بين المتخالفين، وأكد كذلك انسحابه من عضوية مجلس أمناء المؤسسة المشبوهة وقطع صلته بهم إذا أقيمت هذه المناظرة المعلن عنها. طيب ليه يا أستاذ يوسف؟ مش انتوا حضراتكم لسه الأستاذ إسلام بحيري بيقول من أسس أو أهداف هذه المؤسسة تأسيس قيم التسامح ومحاربة التطرف الفكري وسماع الرأي والرأي الآخر؟ ما حضرتك ممكن أستاذ إسلام البحيري يكون عنده دلائل واستندات لهذا الدين الجديد الذي يدعو للإلحاد، يقنع به الداعية عبد الله رشدي علشان يقنعنا كلنا بيه. خايف ليه؟ دي حاجة تانية يا راجل، مش تصلح ما بينهم. أمال إيه بقى تسامح ويبقى إحنا عندنا كده صنفاصو مفيش حد يشيل من حد؟ ولا انتوا صدقتوا نفسكم بجد ان اسرائيل ليها الحق في اللي بتحمله في غزه، فاحنا ما ينفعش ان احنا يبقى في عداوه في قلوبنا ضد مغتصب ومجرم حرب وقاتل نساء واطفال؟ يعني ما شاء الله والله المؤسسه بتقول الحاجه وعكسها، لان هي ماشيه في اتجاه واحد، الالحاد، وان احنا ما عندناش ثوابت، ما عندناش اي كنترول، ما عندناش اي خطوط حمراء. الزنا مباح، السرقة مباحة، القتل مباح، كل حاجة مباح. على عينك يا تاجر. نرجع. طب كل ده حصل على المؤسسة دي. طب هقول لكم بقى كمان، بداية كان هناك دعوات واسعة بتطالب إغلاق مؤسسة تكوين الفكر العربي، اللي هي اسمها كده مؤسسة تكوين الفكر العربي أو مؤسسة تكوين الدينية، بجانب أن هناك دعوات قضائية بتتهم عددا من أعضاء مجلس الأمناء لهذه المؤسسة المشبوهة بنشر الإلحاد وإحداث فتنة وفوضى إخلاقية. طيب ده التهمة اللي تم اتهام المؤسسة دي. مين هم أعضاء مجلس الأمناء بتوع المؤسسة المشبوهة دي؟ الأستاذ إسلام البحيري اللي احنا لسه بنقول تاريخه المشرف، أستاذ يوسف زيدان اللي احنا هنعمل له حلقة وهنجيب برضو تاريخه المشرف، بس هقول لكم على حاجة قالها هنا عشان تتأكدوا إن المؤسسة دي فاشلة ومشبوهة وتدعو للإلحاد وإنها كل الحاجات الغلط بتعملها. والأستاذة فاطمة نعود والأستاذ إبراهيم عيسى اللي بيتغزل في الجاموسة ولا البقرة ويدعو لدعوات يعني إن الواحد يعبدها. وبرضه احنا نعمل حلقات على فكرة على الأعضاء دولت، يعني واحدة واحدة كده. طيب طبعا الدعوات القضائية اتهمت المؤسسة دي بنشر إلحاد وإحداث فتنة وفوضى أخلاقية. ده امتى بقى؟ ده بعد الصور الغريبة اللي انتشرت ليهم، وفي كان هناك زجاجات بيرة، مساء الخير، بيرة، الناس اللي بتعمل ابديت للأديان وقيم التسامح ما بين الأديان، وكمان صور رأس البحيري مع فاطمة نعود هشك بشك. احنا بنقضي ليلة جميلة ظريفة حلوة بنرفع عن نفسنا كأحد أعضاء هذه المؤسسة. ومش بس كده، ده كمان فكر الأعضاء المشاركين فيها اللي بيدعوا للإلحاد، وكمان عدم احترام أساسيات وثوابت الأديان في العموم. ومش بس كده، أستاذ بقى يوسف زيدان طالع في لايف بيقول إيه؟ بيوضح يعني إن إزازة البيرة اللي كانت في الصورة مش بتاعته، لأن هو مش بيشرب بيرة لأنها بتنفخ بطنه، مش علشان هي حرام، بالعلم إن البيرة فيها كحول، والكحول 5%. 5% ده كل 100 ملي في 5 ملي كحول. وما اعرفش طبعا الازازه دي كام ملي حقيقه يعني، فكل ما زادت كميه الكحول بيذهب العقل. فهو واضح ان هو كان عامل دماغ عاليه لما طلع قال كده. هو مش شايف انها حرام، وده دليل واثبات اخر ان المؤسسه ما عندهاش حلال وحرام. الزنا حلال، شرب الخمور حلال، مخدرات حلال، الدعاره حلال. مزاجك يا باشا، انت في ايه؟ ما فيش ربنا، استغفر الله العظيم، ده حلال. السرقه حلال، اغتصاب السيدات حلال، كل حاجه حلال، ما عندناش اي اوبشنات. نرجع تاني. واضح بقى يعني واضح ان هو كان عامل دماغ كبيره. ومش بس كده، لا ده كمان الاكتر من كده اسلوبه السوقي، مع انه المفروض ان هو كاتب، يعني راجل عالي المقام المفروض، بس المفروض شيء والواقع شيء. اسلوب السوقي اللي استخدمه في الرد على علاء مبارك لما علاء مبارك نزل بوست بيسأل على ازازة البيرة دي بتاعت مين يا عفاريت. علاء مبارك كاتب كده:
فقال له يوسف زيدان المحترم، ونحط تحت كلمة المحترم دي مليون خط لأنها مشكوك فيها، قال له اسأل والدتك، يعني باللغة العامية اسأل أمك. يعني لا تعليق، لا تعليق والله العظيم. يعني دولت السادة المحترمين ذات الماضي العار هم اللي بيتكلموا بهذه الأسلوب. بالفعل يعني احنا يعني الحلقة بتاعت اسلام البحيري دي كبيرة، واحنا بنحاول ان احنا نقللها يعني. بالعقل والمنطق بقى بجانب الماضي الاسود لكل اعضاء هذه المؤسسة والماضي العار المشين اللي واخدين اللوجو بتاع تكوين رمز للشيطان. بمعنى كلمة تكوين الناس لو خدت بالها هي مكتوبة حرف الت وحرف النون، يعني ت في بداية كلمة تكوين وحرف النون في آخر الكلمة. حضراتكم لو انتوا خدتوا بالكم من الحرف ده والحرف ده في الوضعية بتاعتهم، في حرف عالي وحرف واطي، ده رمز لإيد الشيطان موفمنت اللي هو ابن إبليس والمفضل له، واللي بيبقى أساس للتعامل في الماسونية. وطبيعي بيبقى هو حاطط ايده في الوضعيه ديت على اساس ان ده دليل على ان يعني الشيطان ده رمز للماسونيه. فهم ادونا كمان دليل واثبات ان هو تبع الماسونيه. وخلينا واضحين المجموعه ديت عندهم كل حاجه تمام وملحدين، لان هم اصلا عاملين عهد مع الشيطان وابنه، فتمام يعني. وبينشروا فكرهم الشاذ بجانب خوفهم في دخول مناظرات، ده عشان مش بتفضح جهلهم بالعلم ان رفضهم لهذه المناظرات بيتنافى مع حرية الفكر والرأي اللي بيقولوا عليه. كمان ان هم مش عايزين يظهروا ان هم تبع المجموعة دي علشان ما يخسروش الفلوس والمناصب والعلاقات، وعشان يأثروا على الأجيال الحديثة بالسلب وعلينا. ده طبيعي. يبقى دول ناس أمينة عشان ناخد منهم المشورة والمعرفة بالعلم، من ما فيش واحد فيهم خريج شريعة ولا فقه، وكمان ما فيش ولا واحد فيهم أمين، ولا واحد فيهم يراعي ربنا، ولا واحد فيهم يعني بيعرف ربنا أصلا. وأبسط دليل إن هما بينشروا الفكر الخاطئ ووضع السم في العسل، وكمان بيفسروا الدين والأحاديث بالخطأ. هنقول لكم كده على موقفين لزاز، واحد منهم على لسان البحيري والتاني على لسان حد من اعضاء المؤسسه المشبوهه دي. البحيري بيقول ايه بقى؟ هو بيتفق مع ابراهيم عيسى ان مفيش اسراء ولا معراج، استغفر الله العظيم يعني، وان يعني الحوار ده فكسان يعني، ومعتمد على كده ان السيده عائشه رضي الله عنها قالت ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يبرح مكانه، يعني ما قامش من جنبها يعني. فبس هو احنا عايزين نصحح بس معلومه لاستاذ اسلام، معلش يعني، عشان عارفه ان احنا معلومات حضرتك على الضيق كده، ويعني حضرتك اصلا ما بتفهمش. حضرتك الاسراء والمعراج ده كان قبل الهجره مش بعدها، وان سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام اتجوز السيده عائشه بعد الهجره، مش في عمر 9 سنين زي ما حضرتك كنت بتروج انت وابراهيم عيسى. فانت كده انسان بتفهم، او انت شخص امين وفكرك صح. لكم انتوا التعليق. في بقى يعني حاجة تانية مضحكة، دي بقى مضحكة. يعني احنا عارفين ان انتوا ملحدين، وعارفين ان انتوا ما عندكوش فكر، وعارفين ان انتوا في الضلالة زي ما بيقولوا، بس الجديد علينا بقى ان انتوا كمان ما بتعرفوش تقروا، يعني ما بتعرفوش تنطقوا. ده الجديد. احد اعضاء المؤسسه المشبوهه ما كانوش عارفين ينطقوا اسماء اولاد السيده خديجه. طبعا احنا عارفين ان السيده خديجه كانت متجوزه قبل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وطبيعي كانت مخلفه قبل ما هي تتجوز سيدنا محمد، فكانت مخلفه صبيان وبنات من ازواجها اللي قبل سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فاحد الاعضاء يعني حضرتك ساقطه ما بتعرفش تقرا، فقرت اسماء ولاد السيده خديجه الرجال على ان هم نساء. قرت اسم هند على انه هند. ما شاء الله ما شاء الله. فهي اعتبرت ان كل ولاد السيده خديجه نساء وليس رجال. ما شاء الله، ناس علامه، جهابذه والله. فهل يمكن بالعقل بتاعنا نقبل الناس دي بالفكر والالحاد ده، ولا رايكم ايه؟
ونظرا لفكر هذه المؤسسة المشبوهة وكذلك القائمين عليها، قام النائب العام بإغلاق هذه المؤسسة الملحدة وتحويلهم للتحقيق، وما زلنا في انتظار نتيجة هذا التحقيق. بكده نتمنى ان حلقتنا تكون جرس انذار بيوضح لكم حقيقة الوجه الاخر لهذه الشخصية، وبيساعدكم في الحكم عليها بطريقة صحيحة. وانتظرونا، احنا هنعمل حلقات مفصلة على الشخصيات اللي داخلة في هذه المؤسسة. ونتمنى أن محتوى الحلقة ينال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا وصفحتنا على الفيسبوك والشير واللايك وتفعيل الجرس، واشوفكم على خير بإذن الله في الحلقة